السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنا زي ما انتم شايفين معانا كده هنعمل فطيرة النهاردة، بس انا ما عملتش المكونات بتاعتها معاكم. انا عملتها قبل كده على القناة، اللي هو كيلو دقيق، ملح، مية دافية فقط لا غير، مفيش اي كده، وبتعجني وبعد كده بتعمليها كور زي ما انتم شايفين كده، وتسيبيها ترتاح 10 دقايق وبعد كده تبدأي تشتغلي فيها. انا هنا عملت، يعني عملت نص كيلو دقيق. يعني انا اصلا عايزه فطيره واحده، يعني اللي هو مش هعمل كميه يعني. فانا عملت نص كيلو دقيق وحطيت عليهم رشه ملح وميه دافيه. وعجنت العجينه بتاعتي وبعد كده كورتها زي ما انتم شايفين. عملت معايا 10 كور، 9 صغيرين وواحده كبيره عشان الم بها الفطير بتاعنا. اللي هو زي ما انتم شايفين كده هنبدأ طبعا نفرد زي ما انتم شايفين كده، ودي زبدة صفراء ضايفة عليها زيت. اللي هو هبدأ بقى اخد كرة كرة كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ هي بص عشان مرتاحة بسرعة معايا على الصينية زي ما انتم شايفين كده. هي عشان العجين لازم يرتاح، عشان يعني يمشي معاكي بسرعة في الصينية زي ما انتم شايفين. اللي هو بندهنها زبدة من اللي قدامنا وبعد كده نبدأ نفردها في الصينية، وكورة داخل كورة، آه، لحد ما بنخلص الكمية اللي معانا كلها. ما بتاخدش وقت معانا خالص. يعني انا الفطيرة دي اخدت معايا، يعني لو قلت لكم 10 دقايق، مش اكتر من كده مفيش يعني. زي ما انتوا شايفين، بنفرد واحدة وبعد كده بنقفلها كويس وبعد كده نفرد التانية وندخل دي في قلب دي تالت واحدة معايا اهيت. وهنبدأ ناخد الكمية بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين، واحدة بواحدة كده، الواحدة جوه واحدة جوه واحدة، والأخيرة خالص هنبدأ نلم بها الفطير بتاعنا كله. دي طريقة سهلة جدا وما بتاخدش معاكي وقت خالص. يعني لو 5 كيلو دقيق مش هياخدوا معاكي ساعة، في ثانية. غير بقى الطرق التقليدية بتاعت زمان، اللي هو بنفرد على الطبلية والكلام الفاضي دوت. لا، دي طريقة سهلة جدا للمبتدئين اللي لسه بيبدأوا يعني يتعلموا. دي طريقة سهلة جدا خالص للبنوات الحلوة اللي لسه بيتعلموا. دي كده تالت كرة معايا. بنقفل كده كويس، نبدأ نلم كل العجين بتاعنا. دي اخر واحدة خالص بقى، انا مرضتش اطول عليكم الفيديو. دي اخر واحدة خالص اللي هي الكبيرة، بدأت لميت فيها ال9 كور كلهم، ودي الاخيرة اللي هي ال10 زي ما انتوا شايفين كده. ونبدأ بقى بالزبدة بتاعتنا. الزبدة انا ضايفة عليها زيت عشان خاطر ايه، ما تبقاش سمينة وما تبقاش ايه منشفة معايا الفطيرة. هنبدأ نفردها في الصينية كده، هنسيبها برضو ترتاح 10 دقايق، وبعد ما بترتاح بنبدأ نفردها في الصينية بتاعتنا كده. انا سبتها 10 دقايق، ربع ساعة، قبل ما ولعت الفرن بتاعي. لازم درجة الحرارة تبقى عالية على الفطير عشان خاطر ما يبقاش معايا ني من جوه، وعشان يعمل معايا الطبقات. هنا بنبدأ نفردها. افردي على قد ما تقدري في الصينية عشان ما تبقاش تخينة معاكي، عشان تطلع معاكي رقات، ما تبقاش تخينة. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. يا جماعة، اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي اكتر ناس بتشوف الفيديو. يا ريت لايك للفيديو. الفيديو هيعجبكم خالص يعني. هنا هنفرد الفطيرة بتاعتي معاكم اهيت. فردناها معانا بقى معلقة زبدة برضو هنبدأ نضيفها عليها. ولو في قشطة بتاعت وش اللبن برضو جميلة جدا، بتدي طراوة للفطير وبتخليها ما شاء الله عليها. انا ما كانش موجود عندي القشطة، فضفت زبدة من اللي انا مستعملاها يعني. وبتدخلي الفرن بتاعك على درجة حرارته عالية زي ما انتوا شايفين اهوت. بنبدأ نفرد كده الزبدة بتاعتنا. خطواتها بسيطة وسهلة، ما بتاخدش وقت خالص. هنا طبعا ده شكلها بقى وهي في الفرن، ما شاء الله. بصي قبة وجميلة ازاي، وهتشوفوها بعد ما بتطلع هتبقى رقات رقات. هنا بنحركها تحت الشواية كده عشان خاطر ايه، تدي وش تاخد وش من كل الجناب يعني. هنا طبعا ده شكلها هو. ضروري يا جماعة بعد ما بتطلع من الفرن
نديها بخة مية ببخاخ ولا اي حاجة. انا ما كانش عندي بخاخ، رشيتها كده بايدي، ونغطيها بكيس، نغطيها بصينية، نغطيها باي حاجة عشان وشها ما ينشفش معانا. هنا انا غطيتها، وهنا طبعا بوريكم شكلها بعد ما استوت معانا. شكلها ما شاء الله جميله، متحمره من فوق ومن تحت، وشكلها جميل وطريه جدا اهي. هوريكم طالعه طبقات طبقات ما شاء الله عليها، بألف هنا اللي اكل منها. زي ما انتوا شايفين اهي معموله طبقات، ومش يعني السمنه بتاعتها حلوه مظبوطه، مش اللي هي تقيله ما تقدرش تاكليها، لا جميله جدا، بألف هنا اللي اكل منها. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا ريت يكون عجبكم، ويا ريت اكون فدتكم بحاجة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.